شباب تاني سنة بقى ركزوا معايا. امتحان بكرة إن شاء الله بإذن الله. ركزوا بقى فيه وخد بالك احنا كده هنجمع كل أفكار المنهج كده مع بعض، فركزوا معايا. أول حاجة عندنا في المنهج كان بيظهر معايا قانون اسمه الدينستي. الدينستي دي اللي هي كانت عبارة عن قد إيه ماس أوفر قد إيه فوليوم، واليونت بتاعتها بتبقى حاجة من الاتنين، يا إما ممتاز اللي قال فعلا كيلو جرام بر متر باور 3 أو جرام بر سنتيمتر باور ايه 3، على حسب طبعا الجيفن بتاعت المسألة بتاعتي. طب إيه الأفكار اللي بتظهر معايا هنا؟ أولا ناخد بالنا من حاجة مهمة جدا. لما بيجي يسأل على الدينستي ممكن يسأل من خلال حاجة اسمها ريلاتيف دينستي، اللي هي عبارة عن دينستي الماتيريال بتاعتي على دينستي الووتر، أو ركزوا بقى معايا إن أنا أجيب الريلاتيف دينستي برضو بس عن طريق مين؟ ممتاز، قد إيه ماس الماتيريال على ماس الووتر، بس لازم يكون في هنا شرط. إيه هو الشرط يا عم؟ إن أنت تكون في ذا سيم فوليوم، يعني الفوليوم بتاعك هنا يكون إيه؟ كونستانت. يبقى القانون بتاعي ده محتاج إن يكون الفوليوم بتاعي كونستانت، أقدر أشتغل على الاتنين ماس مع بعض. طيب في قانون وده قليل لما بيستخدم، ان انا اجيب الريلاتيف دينستي عن طريق الفوليوم بتاعت الووتر على فوليوم مين؟ الماتيريال. بس الكلام ده لو انا هتعامل مع مين؟ ممتاز صح كده، لو انا هتعامل مع كونستنت ماس المره دي. يبقى ركز معايا، في قانون جنرال، في قانون عن طريق ان انا اتعامل لو الماس بالنسبه لي الفوليوم هو اللي كونستنت، في قانون تاني لو الماس بتاعتي هي اللي ايه؟ اللي كونستنت. طيب يجي بعد كده في اسئله الريلاتيف دينستي دي يروح مدخلني في نقطه ودي بيتسال فيها كتير، اللي هو ازاي حضرتك تعمل ميكس بتوين تو ليكويد. الميكس بتوين تو ليكويدز دي بقى نركز بقى كده مع بعض شويه، ليها قانون جنرال بالنسبه لي. ايه هو القانون الجنرال ده؟ ان سيادتك لو عايز تحسب بتحسب كالاتي، ركز بقى معايا، بتعمل الدنسيتي بتاعت الميكس بتاعتك عن طريق ماس الليكويد 1 ماس الليكويد 2 اوفر فوليوم 1 بلس فوليوم 2. ده كده يمثل بالنسبه لي مين؟ الدنسيتي او الدنسيتي بتاعت الميكس الجديد بتاعي. بس القانون ده بالنسبه لي جنرال. طيب لو انا عايز اغير او هتعامل مع قانون تاني بسبيشال كيس، ايه هي السبيشال كيس؟ ان يكون الفوليوم بتوع الاثنين ليكويد قد بعض، دي اول حاله. ساعتها بجيب الدنسيتي بتاعت الميكس عن طريق دنسيتي 1 بلس دنسيتي 2، كل ده اوفر مين؟ ال 2. ده لو انا بقول ان مين اللي كونستنت؟ الفوليوم. يبقى هنا والفوليوم بتاعي هو اللي كونستنت. طب ما هو ممكن في مساله يقول لي يا مستر لا الماس هي اللي كونستنت. طيب ساعتها حضرتك هتعمل لي كالاتي، الدنسيتي بتاعتك على فكره هي هتكون عباره عن ايه بقى المره دي؟ 2 رو 1 رو 2، يعني الاثنين دنسيتي ملتبلاي بعض ملتبلاي 2 اوفر رو 1 بلس الرو 2. ده لو انا كده بتعامل ان الماس بتاعتي هي اللي ايه؟ هي اللي كونستنت. طب حلو الكلام ده. نيجي بعد كده يظهر معانا بقى جزئيه البريشر، ودي نقطه مهمه جدا عندنا لازم نبقى واخدين بالنا منها. لو انا دلوقتي عايز احسب ايه؟ البريشر. البريشر القانون العام بالنسبه لي قد ايه فورس في ساين الانجل بتاعتي ما بين الفورس والاريا اوفر الاريا. ده القانون بشكل عام. ايه بقى تكات الاسئله؟ اول حاجه قوانين البريشر دي بالنسبه لي بيظهر معايا قانون اسمه رو في الجي في الاتش. ببساطه وكررت الكلام ده كذا مره، ان يا جماعه لازم تبقى واخد بالك ان القانون ده انت ممكن تستخدمه وما تعتمدش على الاريا نهائي في حاله واحده لو انت بتتعامل مع ليكويد. حلو، يبقى انا كده لو بتعامل مع ليكويد الموضوع ملوش اي علاقه بالاريا باي شكل من الاشكال. طب نركز بقى كده مع بعض شويه. لو انا مش ليكويد ينفع استخدم القانون ده؟ ينفع في حاله كمان لو انت بتتعامل مع ريجولار شيب او يونيفورم شيب. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه ريجولار او يونيفورم؟ كيوب، كيبويد، اي حاجه من الحاجات اللي زي كده. يعني شكل بالنسبه لي الاريا من فوق لتحت زي ما هي سلندر، اي حاجه ريجولار. طيب امتى بقى القانون ده ما ينفعش؟ القانون ده ما ينفعش لو انا بتعامل مع irregular شيب، لو انا بتعامل مع شكل بتاعي نون يونيفورم. نون يونيفورم زي جسم بني ادم، حاجه بالشكل اللي انا هرسمها لك كده سلندر بس شبه الكون كده، من فوق اريا ومن تحت اريا مختلفه. ساعتها مستحيل ان انت تقدر تشتغل بالقانون ده، لازم تشتغل بالقانون عندك اللي هو الفورس اوفر الاريا او الويت اوفر الاريا. طب حد يقول لي الويت ده كانت بتيجي ازاي؟ عن طريق ماس في الجرافيتي اكسلريشن. حلو قوي الكلام ده. نيجي بعد كده في الابلكيشن بقى بتاعت البريشر، كان في شويه تفاصيل كده مهمه ناخد بالنا منها. اول تفصيله بتظهر معايا اللي هي ممتاز اللي قال اليو شيفد تيوب. وخدوا بالكم من مساله اليو شيفد تيوب دي لانها من المسائل اللي بتكون مستفزه اوقات في بعض الحالات لو انت فاهمها غلط. اول حاله لازم ناخد بالنا منها ان انا لو عندي يو شيفد تيوب بالشكل ده كده، نركز بقى كده مع بعض. هنا انا حاطط هنا اريا وهنا الاريا الثانيه 2 من الاريا. حلو الكلام. طيب نتصرف ازاي؟ اول حاجه لو انا حاطط اي ليكويد هو نفس النوع فهلاقيه ثابت في نفس المستوى كده، مش هيحصل معايا اي حاجه خالص. حلو. لو انا حطيت بقى ليكويد تاني جديد، الليكويد الجديد ده مثلا حطيته من الجزء ده كده وزق لي الراجل ده لتحت وليكن 1 سنتيمتر، ركزوا في التفاصيل دي عشان دي بتفرق في المسائل جامد قوي. لا دي 1 سنتيمتر، هيطلع من هنا كام الراجل؟ الاريا هنا الاقل نزل في الاريا الاعلى نزل فيها سنتي، يبقى هيطلع من هنا كام؟ 2 سنتيمتر. طب لو انا عايز اجيب بقى الهايت ديفرنت، عشان ده دايما المشكله اللي بتحصل معانا، بقيس الشويه اللي طلعوا والشويه اللي نزلوا مع بعض، فهتكون النتيجه بالنسبه لي ان الهايت بتاع الليكويد
اللي هنا اللي هو الليكويد الاساسي بتاعي هيوصل معايا لمجموع مين ومين؟ اللي طلع واللي نزل. اللي طلع ونزل اللي هو كام وكام؟ نزل سنتي وطلع 2 يبقى 3 سنتيمتر. وساعتها تقدر تطبق قانونك عادي اللي هو رو 1 اتش 1 الليكويد اللي هيتضاف هنا مثلا ايكوال رو 2 اتش 2. يبقى دور الاريا بالنسبه لي هي معرفه الاتش اللي طلعت قد ايه فقط لا غير، ملهاش اي دور تاني. طيب في حاجه كمان بتحصل في المسائل بتاعت اليو شيب تيوب دي ونركز فيها، ان هو يكون الراجل مديني لا مش لاعب مع الاريا بقى المره دي، وعامل ايه؟ جايب لك كده شكل بالشكل ده كده، ادي اليو شيب تيوب اهي، وحاطط الاريا يمين وشمال قد بعض، ومديني ايه الراجل؟ ليكويد اهو، وليكن اي نوع ليكويد بقى، ميركوري ايا كان، ركز معايا. وبعد كده في ليكويد تاني، وبعد كده في ليكويد كمان تالت بالشكل ده. ايه ده؟ يعني انا كده عندي كام ليكويد؟ هنا 1 2 والناحيه الثانيه دي 3. طب انا هشتغل من اول فين؟ السيبريشن سيرفيس اقل نقطه في الليكويد الاصلي اللي تحت دي. يبقى كده هيبقى فاضل هنا رو 1 اتش 1 وتحتيها بلس رو 2 اتش 2، ومين داخل معايا في الحسبه؟ ممتاز، رو 3 اتش 3. طب حلو، التوتال بتاعنا كده بقى لو انا عايز احسبه ازاي؟ يبقى المفروض الزبون بتاعنا ده هيكون عباره ادي رو 3 اتش 3 ايكوال مين الناحيه الثانيه؟ رو 1 اتش 1 بلس رو 2 اتش 2. دي نقطه مهمه جدا نبقى واخدين بالنا منها. وفي حاجه كمان مهمه عشان دماغنا ما تلفش كتير، النقط اللي زي كده ممكن هو يحط لي تكه ماس. ايه هي التكه دي؟ ركز كده معايا، ان هو يروح عامل لي خط كده وهمي داش لاين كده، ولا كامل حسابك ان الحته دي يا عم ولتكن مثلا 1 سنتيمتر اللي هي من هنا لغايه هنا. هي دي هتفيدني في ايه في السؤال؟ ببساطه هو كده خلى اتش 1 من الجنب ده بلس اتش 2 ايكوال مين الناحيه الثانيه؟ الحته دي بس اتش 3 صح، وضايف عليها سنتي، يبقى اتش 3 بلس 1 سنتيمتر. يبقى الحته دي بيزودها ايكويشن على اعتبار ان هو هيعقد المساله شويه او يدخلك في شويه مهارات ماس لازم تكون انت واخد بالك منها كويس قوي. نقطه كمان مهمه، ازاي بقدر اتعامل مع حدوته اليونت اوف ميجرمنت، عشان الحته دي الكتب كتير جدا بتشرحها بطريقه متخلفه، واوقات في ناس لما تيجي تشرحها لك بتتوهك شويه، فركزوا معايا. ببساطه لو انت عايز تفهم ايه موضوع اليونت بتاعت البريشر ما تلفش كتير، وهتعمل كالاتي كده القانون بتاعك المعتاد. البريشر عندنا رو جي اتش. لازم ابقى فاهم ان في حاجات بشتغل فيها في البريشر اللي هي اليونت بتاعت البريشر، ايوه ممتاز، نيوتن بير متر باور 2، وهي الباسكال. تمام. في يونت تانية لوحدها اسمها البار بس تبع البريشر برضه، من باسكال لبار او نيوتن بير متر باور 2 لبار دي 10 باور نيجاتيف 5، يبقى اكيد وانت راجع 10 باور ايه 5. ده كلام لطيف. طب فرضا انا بقول لك ان انا عندي البريشر بتاعي ده وليكن 2 اتموسفيريك بريشر. كل اللي انا هعمله هنا هروح قايل ايه؟ هشيل رقم الاتموسفيريك ده واحط الايكوال ليه. الايكوال ليه ده هيكون جيفن في الامتحان. طب 3 اتموسفيريك نفس القصه. تمام؟ يبقى خد بالك ان انت من باسكال لاتموسفيريك اللعبه كلها في رقم البي اي. لو انت بالباسكال وعايز تروح للاتموسفيريك هيبقى ديفايد، والعكس صحيح. يعني ممكن انت تعمل خط لطيف كده من هنا لهنا وتقول ان انت هتعمل ايه؟ ديفايد مين؟ البي اي. يبقى انت لو عايز تروح للباسكال هتبقى ملتبلاي مين؟ البي اي. تمام؟ دي نقطه. المهم بقى بالنسبه لي والمتعب ان هو في مسائل كتير جدا بيتعامل مع البريشر على انه هايت، سواء في الشابتر ده سواء في الشابتر اللي بعده اللي هو بتاع الجازس. بتصرف ازاي؟ بس يا شباب عشان ما نوجعش دماغنا كتير. الهايت ده اولا عشان اشتغل عليه لازم اكون بتعامل مع الميركوري بس. طيب الهايت اساسا يا متر يا سنتي يا ملي. كلهم بقى بكتب جنبيهم كلمه اتش جي دي، ليه؟ عشان اميز ان الشغل ده كله على انهي ليكويد؟ على الميركوري. بس اتش جي مش اتش جي، هي كده كده سنتي وملي ومتر، وكلكم بتعرفوا تحولوهم. يعني لو انا بقول لك انا عايز البريشر بتاعي باي سنتيمتر من الميركوري، يبقى انا كده هجيب له الاتش. طب واحد يقول لي يا مستر طب لو انا عندي البريشر، حلها كانها مساله. يعني هتجيب الاتش بتاعتك البريشر على الرو والجي، والرو طبعا اللي هي بتاعت الميركوري وبتكون جيفن. تمام؟ فهتحلها كانها مساله عادي، هيطلع لك الهايت بالايه؟ بالسنت، بالملي، بالمتر سوري. توديه السنت ازاي؟ في 10 باور 2. طب ترجع لو انت عايز ترجع التحويله تاني 10 باور نيجاتيف 2. طب لو انا عايز اروح بقى للملي، يعني من ملي لمتر او العكس، من ملي 10 باور نيجاتيف 3 رايح للمتر 10 باور 3. الملي متر من الميركوري دي ليها يونت عندنا اسمها اللي هي ايه؟ التور. فدي نقطه مهمه جدا لازم نبقى واخدين بالنا منها كويس قوي. تمام؟ يبقى هنا بالنسبه لي البريشر كيونت يا اما باسكال وبار ونيوتن بير متر، يا اما اتموسفيريك، يا اما ان انا اجيبها عن طريق الاتش. وخد بالك ان نقطه التربيطه بتاعتك من البي للاتش بتتعامل مع الموضوع كانك بتتعامل مع مساله مش اكتر من كده. طيب بصوا بقى معايا جزئيه كمان مهمه. لو انت في مساله خاصه بباروميتر مثلا، الباروميتر مبدئيا التيوب بتاعت الباروميتر دي
اول حاجه بالنسبه لي الاريا بتاعتها دي ما بتفرقش، انا بكرر اهو الاريا ما بتفرقش. يعني انا لو حاطط كده وقايل لك دي 76 وحاطط اريا ارفع بكتير، يعني التيوب بتاعتي رفيعه قوي كده ودي 76 برضو، انا كده بتعامل مع نفس البريشر عادي جدا، مفيش اي مشكله بالنسبه لي. كمان نقطه كمان مهمه جدا، لو انا بقى هميل دي شويه، يعني ايه الكلام ده؟ يعني التيوب بتاعتي دي بس خليتها ايه، مايله كده، لازم تعمل حسابك ان السبيس اللي هنا ده لما يوصل هنا هيبقى اقل بكتير. تمام؟ يبقى دي نقط مهمه لازم تاخد بالك منها. اولا في الباروميتر مفيش اي حاجه ليها علاقه بالاريا نهائيا، يعني التيوب بتاعتي رفعت تخنت اريا زادت اريا قلت، ده مش مؤثر معايا في اي حاجه. لو ميلت ده بيأثر على مين؟ على السبيس اللي موجوده فوق. ايه تاني كمان في الباروميتر وده مهم، لو انت بتقيس هايت بتاع اي حاجه، هايت بتاع مبنى او الكلام ده كله، كل اللي انت بتبقى حاطه قصادك القانون ده، الرو بتاعت الميركوري في الاتش اللي بتقيسها عند الجراوند ماينس الاتش اللي بتقيسها عند السيرفيس او الهايت اللي انت بتشتغل عليه. كل ده الجنب اللي بيقيسه الباروميتر بنخليه ايكويفالنت لمين بقى؟ الرو بتاعت الاير في الهايت بتاعت الاير. هايت الاير ده بالنسبه لي اللي هو هايت المبنى بقى، ماونتن لو انت عايز، بيلدنج لو انت عايز، برج لو انت اي حاجه مرتفعه. يبقى كده دي القرايات اللي بتيجي من الباروميتر، دي القرايات اللي بتبقى واقعيه. جزئيه كمان مهمه جدا لو احنا بنتعامل برضو في الاسئله اللي من النوع ده، ايه هي؟ بصوا يا شباب معايا، لو انت جيت كده بصيت معايا هنا في حدوته ليها علاقه بمين؟ بالباسكال، اللي هو البيستون بتاعنا. البيستون حالتين، حاله بيكون بالانسد، يعني ادي السمول بيستون اهو، وادي هنا البيج بيستون، بس الفكره كلها ان البيستون ده والبيستون ده بالانسد، واقفين في نفس القصه او واقفين في نفس الليفل. هنا المساله بتاعتنا دي ما بيحلهاش غير قانون الميكانيكال ادفانتج، اللي هو كان بيقول ايه يا عم؟ الايتا عباره عن الاف اللي على البيج على الاف اوفر السمول، الاريا على الاريا، الار بيج على الار سمول، بس ده باور 2. وفي واحده بقى مهمه جدا اللي هي الديستانس اللي بيتحركها البيستون، دي بقى نقطه مهمه. ايه هي الديستانس اللي بيتحركها البيستون؟ اللي هي الديستانس بتاعت سمول على الديستانس بتاعت اللارج. يبقى دي الوحيده بالنسبه لنا اللي احنا كاتبينها بالقلم البهتان ده عشان ما تنساهاش، دي الوحيده بالنسبه لنا اللي معكوسه، ديستانس سمول على الديستانس الايه؟ ايوه ها، البيج. يبقى دي الوحيده اللي معكوسه بالنسبه لي. طب يا عم البيستون بتاعنا ده مش بالانسد كده، ده البيستون بتاعنا ماله؟ نركز كده، في واحد فيهم اعلى من التاني. هتحل المساله كانك بتحل بريشر، يعني ده بص، ده البيستون بتاعنا ده فوق، البيستون بتاعنا ده كده تحت بالشكل ده، في فرق. يبقى لو ركزنا هنلاقي النتيجه عندنا كالاتي، هتاخد انت الايكويفالنت سيرفيس كده بالشكل ده، تمام؟ يعني الايكويفالنت بتاعنا هتاخد من اول الليفل ده كده لغايه تحت كده. بصوا كده معايا، هنا في اف سمول وهنا اريا سمول، ونضيف عليها هنا مين بقى؟ الحته بتاعتنا دي اللي هي عباره عن الرو في الجي في الاتش، ده البريشر بتاع الجنب الاولاني. هيكون ايكويفالنت لمين بقى من الجنب الثاني؟ ايوه الاف مين على الاف مين؟ الاف لارج على الاريا لارج. يبقى خد بالك لازم تبقى انت شايف الرسمه بتاعتك بتكون بالانسد ولا لا، مين فيهم اعلى من التاني ده بيفرق. يعني لو كان اللي ده اعلى كان الجزء الزياده ده هيروح السايد التاني بتاعنا. بص بقى يا شباب، برضو من ضمن الاسئله المهمه جدا عندنا لما نيجي نتعامل مع جزئيه الجازز. بصوا بقى عشان دماغنا ما تلفش كتير، انا المفروض ان انا عندي بريشر، عندي فوليوم، عندي تمبريتشر، الاثنين دول مع بعض بيدوني اول واحد اللي هو عم مين؟ بويل. بيقول لي بالراجل بويل ده، بيقول لي يا عم ان البريشر 1 فوليوم 1 ايكوال بريشر 2 فوليوم 2، يعني الريليشن ما بين الاثنين انفرس. يعني انا ممكن اكتبها كده، بريشر 1 اوفر البريشر 2 ايكوال ها فوليوم 2 اوفر فوليوم 1. والله براحتك كده او كده، الاثنين بالنسبه لنا واحد والريليشن بيكون ايه؟ انفرس. طبعا اوقات كتير جدا بستغنى عن الفوليوم واحطها اللينس، يعني ممكن اقول L2 على L1. اشمعنى؟ عشان ساعتها في حاله زي كده بيكون هو مديني سلندر، فحضرتك لما بتجيب الفوليوم بيبقى اريا في مين؟ في هايت او في لينس. طب ما كده كده اللينس هو اللي هيتغير لان السلندر دي عمرها ما هتتخن، يبقى كده اللعبه ممكن يكون على لينسات عادي مفيش اي مشكله. البريشر بالنسبه لي لازم تبقى واخد في حساباتك ومركز كويس قوي ان البريشر ده بيبقى اوريدي موجود فين. ايوه ها، ركز، ممكن يبقى ليه معلومات بالشابتر اللي احنا لسه مراجعينه دلوقتي اللي هو اللي قبله. في برضه من ضمن الحاجات اللي بتنرفز قوي في الحته دي ان هو يعمل لي ميكس ما بين اتنين جاز، فساعتها هقول ان بريشر الميكس فوليوم الميكس ايكوال ها، ركزوا بقى معايا، بريشر الجاز الاولاني فوليوم الجاز الاولاني بلس البريشر بتاع الجاز الثاني فوليوم الجاز الثاني. خد بالك بس من حاجه مهمه جدا، ان مسائل الميكس بيبقى باين قوي ان هي مش حاله واحده وانا بغيرها، ايه بالونه حطيتها جوه كونتينر، ايه اتنين جنب بعض كربون دايوكسيد واكسجين وبدات احرك الاتنين مع بعض، حاجات كده تبقى انت واخد بالك منها ان في حاجتين او اتنين كونتينر مليانين جاز دخلهم جوه، حطيت بالونه جوه كونتينر فالبالونه دي فرقعت، ده برضو اسمه ايه؟ ميكس. طيب بصوا معايا، في برضو في الحته دي جزئيه بتنرفز الناس كتير لما بيشوفوها. انا دلوقتي عندي مثلا تيوب بالشكل ده، بصوا كده معايا،
والتيوب دي حابسه كميه من الهواء بهايت هنا كده، تمام. ونفس التيوب دي هي انا عملتها كده، ودي هايت، تمام. وهنا في كميه معينه هنسميها هنا L1 وهنا L2. في الحاله الاولانيه اللي بيأثر الاتموسفيريك بريشر، يعني كده البريشر 1 اتموسفيريك، والفوليوم 1 اللي هو L1. هنا الحاله الثانيه هنا اتموسفيريك وهضيف عليها الاتش، والفوليوم بتاعها كام؟ L2. ممتاز. لما اجي اطبق كلام بقى بويل هلاقي ان B1 V1 ومعلومات B1 اهي وV1 تحتها اهي، يبقى كده الاثنين موجودين ايكوال البي اي. ركز بقى بلس الاتش في مين؟ في ال2 دي مكان الفوليوم. ركز بقى معايا شويه قوي. البلس دي ممكن تقلب ماينس لو انا مسكت دي ولفتها 180 درجه، قلبتها يعني، ساعتها هتبقى بي اي ماينس الاتش. يبقى دي مهمه جدا ناخد بالنا منها، هي حاله تطبق على بويل، ولكن اوقات كتير جدا الناس لما بتشوفها بتترد منها رغم انها فكرتها مضمونه. طيب نبص كده بقى مع بعض شويه. بالنسبه لتشارل وجولي الاثنين الى حد ما تحس ان هم قانونين، او القانونين دول قانون واحد بمعنى افضل. بالنسبه لتشارل ده الفوليوم مع التمبريتشر بتاعنا، يبقى V1 اوفر V2 ايكوال T1 اوفر T2. بس ناخد بالنا من حاجه مهمه جدا، ان التي بتاعتي دي لازم تكون باي كلفن. النقطه دي ما تتنسيش، التمبريتشر اللي اشتغل عليها لازم تكون باي كلفن، يعني عباره عن السيليزيوس بلس 273. الجزئيه دي ما تتنسيش نهائي، مفيش اي مساله بشتغل عليها الا باستخدام المين؟ للكلفن. ايه الحاجات اللي الكلفن والسيليزيوس مش هتفرق؟ لما يقول لك الديفرنس ان تمبريتشر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو انا زودت 5 درجات على السيليزيوس اكيد هيزيدوا 5 على الكلفن، يبقى الديفرنت ان تمبريتشر ده ما بيفرقش. يعني من الاخر اهي الفرق بالسيليزيوس هو الفرق بمين؟ بالكلفن، ما ننساش. لما اجي بقى اجيب الجزئيه الخاصه مع جولي اللي هو الجزء ده، هلاقي ان النتيجه عندي هنا نفس الكلام، بريشر 1 على بريشر 2 ايكوال تمبريتشر 1 اوفر تمبريتشر 2، وبرده التمبريتشر هنا بستخدمها باي كلفن. الاثنين دول مشتركين في شويه ديتيلز كده مهمه، اولهم الرسمه. يعني انا لو هعمل الرسمه دي كده، هنا بريشر وهنا تمبريتشر بالكلفن، سواء كتبت بقى ده بقى بريشر او كتبته فوليوم النتيجه واحده، هيطلعوا من 0 0. نفس الكلام بس لو انا عملتها بقى باي سيليزيوس، برضه بريشر والفوليوم، وهشتغل بقى من اول هنا وهوصل لغايه ما اوصل هنا لنيجاتيف 273 كلفن، سوري سيليزيوس، اللي هي تكافئ الزيرو كلفن. دي تكافئ بالنسبه لي مين؟ الزيرو كلفن. طيب بصوا يا شباب، الاخير بقى بالنسبه لنا سوري، اللي هو الجزء الخاص بالجنرال جازز لو. بيقول ايه الجنرال جازز لو ده؟ عندنا هنا بي، تمام، في الفي اوفر التي ار كونستانت، يعني بي 1 في 1 تي 1 ايكوال بي 2 في 2 اوفر التي 2. وهنا بقى جزء مهم جدا، ويا ريت لو سمحتوا حضراتكم ما تنسوهوش، ان انت في بعض مسائل بيكتب لك ات اس تي بي اللي هي ستاندرد تمبريتشر اند بريشر. الستاندرد تمبريتشر اند بريشر، التمبريتشر بتاعتي بتكون 273 اللي هي تكافئ الزيرو سيليزيوس، والبريشر اللي هو رقم الاتموسفيريك على حسب ما يكون جيفن جوه المساله. ابداوا حلوا على طول بقى، وحاولوا تستثمروا الوقت ده باسرع وقت ممكن. وطبعا اللي ناقصه اي حاجه في الشرح يرجع للبلاي ليست، هيلاقي الفيديو بتاع الشرح كامل لكل جزء في المنهج. اشوفكم على خير يا شباب، وموفقين ان شاء الله.